نهاية واحد من أعظم الأنميات اللي تم إنتاجها عبر التاريخ. ما كنتش عايز اليوم ده يجي واشوف نهاية أتاك أون تايتن. وانا عارف اكيد عزيزي الاوتاكو ان انت في جواك اسئلة كتيرة جدا عن الفيلم وعن ايه اللي حصل فيه، وفي حاجات فعلا ممكن تكون مش مفهومة. فاحنا جايين النهاردة عزيزي الاوتاكو عشان نجاوب لك على الاسئلة دي. اخواتي الاوتاكوية اجمعوا. ونبدأ عزيزي الأوتاكو بمشهد كان عظيم، واللي من بعديه على طول ابتدينا نفهم واحدة واحدة ايه اللي بيحصل في الفيلم ده. الطفل اللي أمه قبل ما تقع وتموت سلمته لحد، والطفل ده كان عمال يعيط وكأنه حاسس بالكارثة اللي بتحصل حواليه، والقسط اللي كان شغال في الوقت ده يخلي جسمك يقشعر. أنا عن نفسي ما قدرتش أمسك نفسي في المشهد ده وعيطت. وبعد المشهد ده على طول أرمن بيفتح عينه يلاقي نفسه في المسارات وبيحاول يدور على مخرج، وفجأة بيقابل زيك هناك، واللي بيبقى شايف ان هدف الحياة هو التكاثر، لان الانسان كده كده هيموت. وبيبتدي أرمن يشاور على حتة زيك ما كانش شايفها، وهي ان الحياة اكبر بكتير من التكاثر، وان اللحظات المهمة هي الاهم. فبيبتدي يستدعي بموافقة من يومير طبعا العمالقة التسعة اللي هو عارفهم واللي ماتوا، وبيبتدوا يساعدوه في استرجاع أرمن والقضاء على إيرين. نرجع بقى تاني عزيزي الأوتاكو من المسارات للحفلة اللي على ظهر إيرين بعد ما بيسترجعوا أرمن عن طريق مساعدة العمالقة وميكاسا وجابي اللي أخيرا لقينا لها لازمة. وفي الوقت ده يظهر زيك من عملاق إيرين وينده على ليفاي، وليفاي ما يبقاش مصدق نفسه، وفي لحظة زيك يحس كده بالهواء اللي حواليه ويندم ويقول أنا عارف إن أنا ما استحقش إن أنا أعيش، لكن في نفس الوقت ده أنا مبسوط إن أنا موجود في الوقت ده. فجأة تلاقي راسه بقت طايرة في الهواء، وأول ما ده بيحصل الدك بيقف والناس تبدأ تاخد نفسها من تاني. وطبعا زي ما انت عارف عزيزي الأوتاكو ان الدك اصلا اتفعل علشان حصل اتصال ما بين زيك وإيرين، فلما زيك يموت فكده عملية الاتصال ما بقتش موجودة. وبندخل بعد كده عزيزي الأوتاكو على واحدة من اهم المشاهد في الفيلم، وهو لما إيرين بيقابل ميكاسا. وده اللي فيه ناس كتير مش فاهمة هو ايه اللي حصل بالظبط وازاي كان إيرين بيقابل ميكاسا في الوقت ده. لو خدت بالك عزيزي الأوتاكو، إيرين لما قرر ان هو يدك الارض عارف يتواصل مع كل الإلدانيين ويقول لهم ان انا قررت ادك الارض، وبيكلمهم كلهم عن طريق بعد المسارات. وده بالظبط اللي عمله مع ميكاسا وهيعمله كمان شوية مع أرمن. بس هو امتى بالظبط خد ميكاسا علشان يكلمها في بعد المسارات؟ ساعة لما كانت موجودة على العملاق بتاع فالكو وفجأة حست بصداع شديد جدا، واللي افتكرنا ان هو بسبب موضوع الأكارمان، وان الأكارمان بيجي لهم صداع علشان بيحموا الملك او المؤسس، واللي طلع في الاخر ده اي كلام، وإيرين للاسف كان بيقوله علشان يبعد ميكاسا وأرمن عنهم. المهم عزيزي الأوتاكو، هو ده الوقت تحديدا اللي إيرين خد ميكاسا وقعد يكلمها في بعض المسارات. وهنا بنشوف عزيزي الأوتاكو عظمة ورسم إيسياما والاستوديو حتى في أدق التفاصيل. وانا هنا بتكلم ان ميكاسا كانت بشعرها الطويل اللي احنا متعودين عليه في اول 3 مواسم. إيرين شايف ميكاسا بشعرها الطويل من منظوره هو، لان ميكاسا في الوقت لما كان شعرها طويل هو ده كان اكتر وقت كان إيرين على طبيعته فيه، وكان عايش اسعد لحظاته واحلى اوقاته مع ميكاسا. واللي بنشوف برضو في المشهد ده ان إيرين كان شعره قصير، لان الوقت ده عزيزي الأوتاكو زي ما قلنا كان اكتر وقت إيرين مهتم فيه بنفسه، وكان بيقص شعره دايما، على عكس لما خلاص بس ايد هيستوريا وعارف بقى بعد كده كل اللي هيحصل والحزن والصعبانيات اللي هتحصل بعدين، فخلاص ما بقاش فارق معاه حاجه. ووش إيرين الجد اللي عليه اللامبالاه الفظيعه اللي بنشوفها بيبتدي يظهر، وما بقاش فارق معاه اي حاجه، فاكيد مش هيهتم بشكله ولا يهتم بشعره، عشان كده سابه يطول وما بقاش يهتم بيه. فهنا احنا بنشوف ميكاسا وإيرين بالشكل اللي كان في الوقت ده هم عايشين اسعد لحظات حياتهم، وفي اكتر مكان برضو هم كانوا عايشين فيه اسعد لحظات حياتهم وهو الكوخ اللي هم قاعدين فيه ده. وهنا بقى إيرين بيقول لها انهم هربوا بعد ما الحرب بتاعت مارلي خلصت بشهرين، وبيقول لها انهم هيعيشوا مع بعض 4 سنين اللي متبقيين في المكان ده. وفي اخر المقابلة بنشوف اكتر لحظة درامية عزيزي الأوتاكو، ولما كان إيرين بيطلب من ميكاسا انها تخلع الوشاح بعد ما يموت وتنساه وتعيش حياتها، وقال لها برضو على المكان اللي هيكون موجود فيه في العملاق. وبعديها على طول ميكاسا بتفوق من بعض المسارات وبتلبس الوشاح وبتدخل جوه بق العملاق. اللحظة دي عزيزي الأوتاكو انا مش قادر اتخطاها لغاية دلوقتي،
لما ايرين بيفتح عينه علشان يشوفها لاخر مرة قبل ما يموت، ومن غير تفكير ميكاسا بتروح قطع راس ايرين وتقول له いってらっしゃいエレン。 اخ عزيز الاوتاكو، وبتبوسه البوسة الأولى والأخيرة عزيز الأوتاكو. وهنا بنشوف مشهد غريب ويومير واقفة وراها وأكنها بتقول أيوة فعلا هو ده اللي أنا كنت عايزاه. وبندخل بعديها على مشهد حصل ما بين إيرين وأرمين، وده برضو كان من أحسن المشاهد الدرامية اللي كانت موجودة في الحلقة عزيز الأوتاكو. والمشهد ده حصل إمتى عزيز الأوتاكو؟ تحديدا في الوقت لما كان أرمين على السفينة رايح يقابل أني. وهنا برضو عزيز الأوتاكو بنشوف إيرين وأرمين في نفس هيئة الشكل اللي كانوا عايشين فيها أحسن لحظات حياتهم، وإن هم لما كانوا صغيرين وموجودين في المكان ده اللي كان فعلا أسعد لحظات بالنسبة لأرمين. وبيبتدي الحوار ما بينهم لما كان أرمين بيقول له هو لازم يعني تضربني؟ أنا عارف إنك شفت كل ده لما مسكت إيد هيستوريا. وإيرين بيقول له أنا كنت عايز أبعدكوا عني فما كانش قدامي أي خيار تاني واضطريت إن أنا جاري الواقع ده. وإن كان هدف إيرين إنه عايزهم يبقوا أبطال الإنسانية والأبطال اللي أنقذوا ما تبقى من البشرية، وشايف إن ده هيخليهم أكتر ناس تستاهل الاحترام في العالم. وبننتقل بعديها لما كان بيتكلموا عن يومير. ويومير دي بقى عزيز الاوتاكو حكايتها حكايه. الملك فريدز زي ما احنا عارفين قتل ابوها وامها وقطع لسانها، ولكن عزيز الاوتاكو يومير كان عندها متلازمه ستوكهولم. والمتلازمه دي باختصار عزيز الاوتاكو ان الشخص بيقع تحت حب وعاطفه الشخص اللي بيستعبده ويسيء اليه ويخطفه. المهم ده كان السبب اللي مخلي يومير بتحب الملك ومش قادره تستغنى عنه، وكانت بتسمع كل كلامه وكمان بتدافع عنه. وعلشان كده كان طول ال2000 سنة كانت دايما بتحافظ على قوة العمالقة وبتسمع كل كلام الملك فريدز، وعايشة في عذاب مستنية شخص معين ينقذها. واللي اكتشفنا عزيز الاوتاكو ان الشخص ده هو ميكاسا. ولما ارمين سمع ايرين بيقول الكلام ده، وارمين ساعتها استغرب بيقول له ميكاسا ايه يا عم الحاج انت اشمعنى ميكاسا؟ وساعتها ايرين بيرد عليه وبيقول له انه مش عارف السبب الحقيقي اللي خلى يومير تختار ميكاسا، لان عزيز الاوتاكو للاسف ايرين ما كانش يعرف ان ميكاسا هتقتله في الاخر، ولكنه عارف النتيجة اللي هتتسبب بيها ميكاسا وهي انتهاء قوة العمالقة. علشان كده ايرين قرر انه مش هيقف ويستمر في اللي بيعمله لغاية ما ميكاسا تحقق ده باكشن معين هو لغاية دلوقتي مش عارف ايه هو الاكشن ده. وهنا خليني اشرح لك عزيز الاوتاكو هي ليه ميكاسا كانت هي اللي قادرة تنهي دايرة الحب دي، او الدايرة اللي كانت متعلقة فيها يومير ومش عارفة تخرج منها. يومير عزيز الاوتاكو شافت في ميكاسا نسخة شبهها ونسخة تقريبا طبق الاصل منها، لانها كانت بتحب ايرين، واللي كان برضو ايرين يعتبر نسخة من الملك فريدز، وكان كل همه انه يعمل ابادة عرقية لكل الناس ما عدا شعب الإلديا. وعلى الرغم من كده ميكاسا كانت بتحبه ومش قادرة تستغنى عنه. ولكن يوم ما ميكاسا قررت وخدت القرار انها خلاص هتضحي بإيرين وهتقتله في سبيل انقاذ البشرية، ساعتها هي دي اللحظة اللي قدرت فيها يومير تتخلص من دايرة الحب دي ودايرة العذاب اللي كانت عايشة فيها لمدة 2000 سنة. وبنشوف لقطة رمزية والرمح مخترق الملك فريدز ويومير حضن أبنائها، وقدرت تتخلص ساعتها من حبها للملك فريدز. يعني كل اللي بيحصل ده عزيز الاوتاكو بسبب علاقة توكسيك ما بين واحدة وواحد هي مش قادرة تتخلص من حبها ليه. نرجع تاني عزيز الاوتاكو للمقابلة اللي كانت ما بين ايرين وارمين، وساعتها بنكتشف عزيز الاوتاكو واحدة من التويستات القوية جدا اللي انا لغايه دلوقتي مش عارف استوعبها، وهي ان ايرين اصلا هو اللي كان مودي العملاق علشان ياكل مامته، لان في الوقت ده كان هياكل بريتولته، وكان ساعتها المسار الزمني مش هيتحقق ويحصل الكلام ده كله. وبعديها بننتقل برضو المشهد عزيز الاوتاكو من اكتر المشاهد الدراميه، وانا حرفيا في المشهد ده كنت بعيط واضحك في نفس الوقت. لما كان ارمين بيساله هي ميكاسا هتقدر تنساك يا ايرين؟ قال له معرفش. فراح ارمين اداله حته دين بوكس من اللي قلبك يحبه، وقال له ما تستهونش بحب ميكاسا ليك، وبيقول له يا عم يا ريتها تنساك يا عم وتحب واحد احسن منك. وهنا عزيز الاوتاكو والاول مره من ساعه ما ايرين بس ايد هيستوريا بنشوف الوش الحقيقي لايرين، ووش اللامبالاه اللي كان حاطه علشان يعرف يكمل في الخطه بتاعته بيروح، وبنبتدي نشوف ايرين الطفل وعينه البريئه بتظهر وبيقعد يعيط ويقول لا انا مش عايز ميكاسا تنساني، ولا قادر اتخيل حتى انها تكون مع راجل تاني، ده انا عايزها تفكر فيا لغايه ما تموت حتى لو 10 سنين على الاقل. وفجاه يسكت وبعد كده يقول انا مش عايز اموت، انا عايز اعيش معاكم، عايز اعيش مع ميكاسا. يا ايرين هتقطع قلبي يا ايرين يا جدعان. ليه يا سياما، ليه يا سياما تكتب حاجه زي كده؟ فعلا بجد الواحد كان عايز يقطع شرايينه بعد اللحظه دي. ويرجع ايرين تاني ويقول انه ابات 80% من الناس اللي عايشين بره الاسوار، وان كده الحضاره في نفس مستوى حضاره جزيره باراديس. ولكن هنا ارمين تحس ان فعلا ايرين صعب عليه،
ومش قادر يشوفه بالشكل ده، فقرر انه ما يشيلوش الذنب لوحده، وقال له يا ايرين انا اللي عملت فيك كل ده، انا اللي وريتك الكتاب اللي بيوريك العالم الخارجي واللي بيوريك الحرية واللي خلاك تعمل كل ده، فانا دايما هفضل معاك واشيل الذنب ده معاك بعد ما قتلنا احنا الاتنين 80% من البشر. وبنشوف الوداع الاخير ما بين ايرين وارمن وهو بيمسح ذكرياته علشان يتقابلوا بعد كده وهما بيقاتلوا بعض. وبعد ما فاق ايرين من المسارات بنكتشف ان ايرين تواصل مع اصحابه والعمالقه كلهم ووعد كوني ان مامته هترجع بشر من تاني. وبنشوف مشهد رائع، ليفاي بيشوف كل اصحابه اللي ماتوا واقفين قدامه وحاطين ايدهم على صدرهم علامه فيلق الاستطلاع شينزو سوساجيو. وبرضه جان وكوني بيشوفوا ساشا وبيعيطوا لما بيشوفوها. وميكاسا بتقرر انها ترجع لبارادايس علشان تعمل جنازة تليق بيه علشان تدفنه في اكتر مكان هو كان بيرتاح فيه. وبعدها الجنود المارليين بيقرروا انهم يقتلوا الالديين، لكن ارمن بيقف لهم ويقول لهم ان قوة العمالقة اختفت، وان اللي يثبت ده انهم ما تحولوش لعمالقة لما رفعوا الاسلحة في وشهم، وان هم اللي انقذوهم وهم اللي قتلوا ايرين. وده بيرجعنا بالزمن كده لورا لمشهد شبه ده بالظبط، لما ارمن وقف في وش القائد لما كان عايز يموت ايرين. المشهد ده تحسه متكرر بالظبط، بنفس الدخان بنفس كل حاجة، لكن باختلاف الكلام. وبعد 3 سنين في جزيرة بارادايس بيتكون جيش من الليجاريين في الوقت اللي لسه بيتعافى فيه الباقي من البشر بره الجزيرة. والجيش ده كان مجهز عسكريا بشكل متطور عن الأول، لأنهم كانوا خايفين من إن البشر اللي بره الجزيرة يجوا علشان يحققوا انتقامهم. وبعدها على طول بنشوف سفينة شايل عليها جان وكوني وراينر وبيك وارمن واني ورايحين الجزيرة لهدف السلام، وعلشان يقولوا لهم ان خلاص الحرب وقفت وان هم عايزين يحققوا السلام للجزيرة وللناس اللي بره الجزيرة. مع مرور الوقت الشجرة اللي كان ايرين بينام عليها هتلاقيها بتطول مع تطور الحضارة وصناعة العربيات والمباني، هتلاقي كل ده بيتطور، ومع ذلك برضو فضلت الحرب مستمرة. وهي دي كانت نهاية مسلسل عظيم وتحفة فنية انتجها لنا اسياما، وانا قلبي بيتقطع وانا بقول كده. وما تنساش عزيزي الاوتاكو لو الحلقة دي عجبتك تدعمنا بالشير والسبسكرايب واللايك وتفعل زر الجرس عشان احنا بننزل حلقة كل يوم جمعة. سلام.